كام صوره امراه عاريه شفتها في اخر اليوم؟ يعني اعمل دي يا دي، لا اقفل وزوج فم الطعام. بالله نصيحه، لو تقدر نخش على الفيسبوك طول الشهر افعل. اول بدعه احدثها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، ان احنا بناكل وبنشبع. كنت اخر الشهر والله انا بحس ان عينيا نطفت. في ناس تقول له انت بتتعرض لاي مواد اباحيه، يقول لك علي النعمه ابدا. فده واحد حاجه تنبهوا ليها من دلوقتي، فكره التدرج وعدم الهجوم على العبادات. واحد يقول لك اهو الشيخ قال كده، اكتب يا ابني عدم الهجوم على العبادات. يعني ايه؟ بالراحه كده، ايتين في اليوم، اللي هو لا انا بقول لك عدم الهجوم. يعني ايه؟ مش يعني كده ما بطل خالص، لا ده واحد. اتنين، دي حاجه مهمه جدا. الانسان لو مخير من ان هو ياتي طاعه ويكف عن معصيه، يعمل فيه مين فيهم؟ يعني يعمل الطاعه ولا ما يعملش؟ يعني اقوم الليل ولا اكف عن ذنب معتاد انا بعمله؟ الكف عن الذنوب اولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم بشيء فاتوا منه. خلى الاستطاعه فين يا مولانا؟ في الطاعات اللي هي ايه؟ يعني انت القيام ما هو شيء يعني مندوب، قراءة القرآن كل ده. طيب المعاصي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني ما قالكش ايه. فعشان كده كتير جدا من السلف كانوا العبارة الواردة، يعني لو حبينا نعمل قائمة كده بأسماء الناس اللي ورد عليهم نفس العبارة هي يقول له ايه؟ كف عن محارم الله ولا تقم الليل ولا تصوم النهار. مش الفرائض طبعا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما تقومش الليل وما تصومش صيام النفل وما تعصيش الله عز وجل للمعاصي الظاهرة اللي انت عارف انها معاصي ومش محتاجة كلفة. يعني الناس في رمضان بتعمل ايه؟ القلب اللي هو الوعاء بتاعه اللي هو بيتلقى فيه عن الله عز وجل بيعمل فيه ايه؟ ثلاث حلل معاصي، وبعد كده ايه؟ رشتين طاعة. 3 حلل معاصي. واحد يقول لك هي ايه المعاصي؟ المعاصي اللي هي اللي احنا بنعملها، الافراط في الاكل، الافراط في الكلام، الافراط في رؤيه المعاصي. احنا طبعا ده جزء مما عمت به البلوى، ان احنا كل ما نقترب من الساعه المعاصي تبقى في صوره لا يمكن الخروج عنها. مثال، حضرتك دلوقتي سواء بنت او ولد ومعاك هاتف من الهواتف الذكيه ومتوصل بانترنت، تقدر في اخر اليوم لو عملنا لك قائمه تحقق، يعني قائمه تحقق يعني كل ما بيحصل حاجه تحط علامه صح، كام صوره امراه عاريه شفتها في اخر اليوم؟ يقول لك لا انا بشوفش الحاجات دي، لا شفتها من غير ما تقصد. يقول لا صدق حصل. كام فحش؟ يعني كم واحد شفته بيشتم واحد؟ كتير جدا، صح كده؟ طيب وهكذا في اخر اليوم اللي بيكون حاط في الجيف قلبك ايه؟ خلاص. فاتنين، لو حد عايز يكتب حاجه اقفلوا كل مصادر المعاصي دون ان تجهدوا نفسكم في طاعات زائده عن الحد. بمعنى يعني لو انت اصلا منعت رافض المعصيه، ده ابقى اثر بشكل كبير جدا بعد رمضان عن تجربه من ان انت تستكثر من طاعات. يعني واحد يقول لك ايه؟ يعني اعمل دي يا دي، لا اقفل وزوج فم الطاعات، بس بأني شرط؟ الشرط الاول اللي هو ايه؟ يعني تمشي بشكل مشي وايد جدا في الطاعات مع غلق تام للمعاصي احسن. يعني ما تتفرجش على مسلسلات، لا ما اقعدش في مكان فيه تلفزيون، ما تقعدش في مكان فيه تلفزيون. بالله نصيحه، لو تقدر توقف السمارت فون بتاعك طول الشهر، لو تقدر ما تخشش على الفيسبوك طول الشهر افعل. لو تقدر ما تشوفش تلفزيون افعل. لو تقدر ما تقعدش في مكان فيه تلفزيون افعل. لو تقدر تقلل من معرفه الناس افعل. يقال في منامات اهل السنه ان واحد راى سيدنا سفيان الثوري، الامام في الحديث، امام في الورع، امام في الزهد، امام في القول في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، امام في الفقه، ولكن مذهبه اندثر في القديم. كان واحد شافه بعد ما مات، فقال كيف فعل بك الله عز وجل؟ قال رحمني. شافه بيتقلب في الجنه، فقال اعظني او انصحني، قال اقلل من معرفه الناس. ليه؟ ان الناس ده قاعده اغلبيه، ان احنا كل ما نقرب من القيامه احنا بنفس، يعني العام في العموم عدد الناس العالمه بالله بتقل، خلاص كده. فانت لما تجتمع مع الناس بدل ما هو شيطان واحد يبقوا شيطانين، وبدل ما يبقوا 3 معاصي يبقوا 5 معاصي، وبدل ما تبقى مش قادر تغتاب في معاصي محتاجه ايه؟ يعني عارفين الجون، في جون محتاج لازم 3 يعملوه مع بعض، في معاصي لازم 3 يشتركوا فيها، فال3 يجيبوا في سيره واحد، لازم 3 يضيعوا وقت بعض، لازم واحد فيهم يدلهم على معصيه ما كانوش عارفينها فيشوفها. فالتقليل من معرفه الناس في الزمن اللي احنا فيه ده بيقلل من المعاصي. واحد يقول لك طب ما نجتمع على الخير، هتقلب على معاصي. يعني احنا بنبقى مجتمعين هنفطر رمضان، خلاص قلنا الدعاء، كلنا التمر وتر، بعد كده في اكل بيجي، ايه اللي بيحصل؟ ده الاكل مباح بس هو رافض من روافض المعاصي. عشان كده السيده عائشه بتقول اول بدعه احدثها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، ان احنا بناكل وبنشبع، بس احنا ما بناكلش وبنشبع في رمضان ولا حد فوق الشبع. لا احنا بنقول ايه اللي هو ايه؟ لا اللي حصل ده لا
لا انا ما ببهدلش نفس البهدله دي. اللي هو ايه يا حاج؟ اللي هو ايه؟ كل فتره الصيام انت بتفسدها بعد كده بايه؟ بالاكل. لا مش بالاكل، اللي هيجي بعد الاكل. ايه بعد الاكل؟ واحد موت الفكره. اي فكره حلوه كنت بتفكر فيها حد شال الفيوز لغايه ما ايه؟ قبل السحور. طبعا السحور بيجي يروح ايه؟ لاممها تاني. فانت بتبقى ايه؟ حد ساحب الفيوز طول الشهر. فانت بتيجي الكهرباء ايه؟ لحظات نادره. خلاص. فتقليل من روافد المعاصي. ورافد المعاصي دي ايه؟ الاستكثار من الكلام، الاكل الكتير، الشرب الكتير. انا شخصيا جت فتره كنت ايه؟ قعدت في شهر من الشهور سبت ماما، لان ماما مصنع اكل متحرك في رمضان. فسبتها، بقيت قاعد شقه لوحدي قبل ما اتجوز. فبقيت مش باكل، فمركز جدا جدا. ايه اللي كان بعد كده اكتشفت فين اللي بيبوظ الموضوع ازاي؟ الشرب الميه، السوبيا، التمر. بشرب ميه لغايه ما بقى ايه؟ انا ما اكلتش، بس ايه؟ برضو توقفت عن اي حاجه. فتقليل روافد المعاصي. بكرر تاني عشان الفكره، احنا كل ما بنعتدي على الشيء ما بنتصورناش عدم وجوده. انا الحمد لله من نعم الله عز وجل، بخاصه ان انا انسان بصري، يعني اسهل معصيه بالنسبه لي البصر، اسهل معصيه. ليه؟ لان اي حاجه بتتحرك جنبي بروح ايه؟ عينيا بتشوف كده. ما سكنتش في مكان فيه تلفزيون ثابت من سنه 96، فعدى عليا سنين كامله. يعني ممكن اقول ان انا قعدت مثلا 10 سنين ورا بعض، عدى عليا رمضان من اول رمضان لاخر رمضان عيني ما شافتش تلفزيون. وما شافت طبعا ساعتها ما كانش فيه موبايلات، هو لا مش كبير قوي بس ايه؟ ما كانش فيه موبايلات، فما فيش اي حاجه، فما فيش موبايل، كان فيه اذاعه القران الكريم، كان عندي راديو يعني، وما فيش تلفزيون. كنت اخر الشهر والله انا بحس ان عينيا نطفت. ده شعور حقيقي، مش شعور روحاني. لا حاسس ان كان فيها وساخه ونطفت. واحد يقول لك طب ما انت اصلا ما كانش عندك تلفزيون، ايه الحكايه؟ لا ده حتى العابر. حد من اخواننا زمان كان ايام الكليه كان شخص احسبه والله حسيبه يعني راجل في قدر كبير جدا من الورع. والورع غير كف عن المحارم. كف عن المحارم ده خلاص ده حاجه محرمه. لا حتى ايه؟ ما يخشى ضرره. واحنا واقفين في اي مكان وهو بيكلمنا احنا رجاله، يعني مش واقف مع بنت فهو بيتحرى ان هو يغض من البصر وبتاع. لا في اي وقت عامل كده. فنقول له ليه؟ يقول لك هو الاصل لو انت رفعت بصرك في هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه هترى ما يسرك. فنقول له بس حرام يعني ما يسرك ومحرم يعني محرم فانت بتعمل ايه؟ يعني احنا واقفين في عصاره تلاقي عينه في الارض. ليه؟ يقول لك هترفع عينك. انت ما عندكش تلفزيون؟ اول ما بتروح بتشوف التلفزيون فين؟ في العصاره عند بتاع العصير. يعني انت لو بتشرب عصير وانت في مطعم فبيقول لك ايه؟ انت بتبقى قافل الرافد ده في حته وجاي لك في حته. الشوارع، الانترنت، في ناس تقول له انت بتتعرض لاي مواد اباحيه، يقول لك علي النعمه ابدا. انت في اليوم فعلا لو عملوا لك في الاخر تحليل هتفاجئ ان انت تعرضت اللي بيسموه العري عموما. ايه السبب؟ بسبب الانترنت، بسبب الفحش، الاستهزاء بايات الله عز وجل عموما. ايه السبب؟ بسبب شبكه الانترنت، شبكه التواصل. فبالله نصيحه جربوا كده. هو طبعا انا بقول كده ايه، مش عارف ده سهل ولا لا. هو بالنسبه لي انا شخصيا مثلا فكره الانقطاع عن وسائل التكنولوجيا ممكن بيبقى سهل شويه. ايه السبب؟ لان انا ما اتولدتش عليها وما جاتش مراهقتي عليها. يعني انا قعدت لغايه وانا مراهق ما فيش معايا كمبيوتر وما فيش انترنت وما فيش موبايل. فاللي هو ايه؟ تلفزيون وما عنديش تلفزيون، فخلاص الموضوع سهل. انا اظن الموضوع شاق جدا دلوقتي. فكره الايه؟ الكف. خطوه اخرى. احنا عدى علينا رمضان كتير جدا، رمضانات الحمد لله يعني ادركناها. طبعا رمضان ده حاجه عظيمه جدا. ايه الميزه في رمضان؟ ان ربنا امهلك من الوقت ان انت تؤدي فريضه تامه. يعني عشان قيام الليل لا انت ادركت رمضان الفريضه التامه. هو ده اقوى شيء في رمضان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه صحابي راى رؤيا، شاف واحد مات شهيد، مات في سبيل الله، ومات واحد بعده بسنه بس مات على فراش، يعني مات في بيته لا شهيد ولا اي حاجه. فشاف ايه في الرؤيا الصحابي؟ شاف ان الراجل اللي مات على فراشه بعد سنه دخل قبل الشهيد الجنه. هما الاثنين داخلين الجنه، ده دخل قبله، يعني دخل قبل الشهيد، يعني اسبق، يعني درجته اعلى. فجه هي مش الشهاده دي برضو احنا واخدين ذاكرين في المدرسه؟ الشهاده دي حاجه عظيمه جدا، هي فعلا حاجه عظيمه جدا. بس حاجه عظيمه ايه؟ عايزين بقى طب محك المعيار اللي بتاع الحساب. الصلاه والصيام فين الجهاد؟ شوف في النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لما هو الراجل بيستفسر بيقول له ازاي يخش قبل الشهيد؟ في النبي صلى الله عليه وسلم قال الم يصوم رمضان؟ يصوم رمضان بس ده الفريضه. الم يصوم رمضان؟ الم يصلي 6000 ركعه؟ دول اللي هو الصلاه المفروضه.
بتاعت السنه. فانت لما صليت 6000 ركعه وصمت رمضان دخل قبل الشهيد. فانت الفرض اللي احنا بنقول لك يعني ركز جدا في اقامه الفرائض اكتر من النوافل، عشان اللي هو فكره عدم الهجوم على العبادات. لو اقمت الفرائض دون اي اضافه نفل انت يعني اعلى من درجه شهيد لو التزمت بيه. واحد من السلف كان دايما يقول آفة الناس آفتنا احنا كلنا كلام مش ليكم، كلام لينا طبعا، خلاص، اللي هو ايه؟ تحقيق نافله وتضييع فريضه. يعني انت لو عملت برنامج قلت ان انا هدفي في هذا الشهر ان انا اصلي كل الصلاه خاصه للرجال، كل الصلاه في جماعه في المسجد، واحد يقول لك ايه؟ لا قيام بقى، لا، كل الصلاه في المسجد وتكف عن المحارم بس، مفيش اي اضافه. لو عملت دول بحاجه عظيمه جدا. بس ليه عملتهم باستمرار وديمه وبتاع، ده يبقى حاجه عظيمه جدا.